السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت مربة الجزر بطريقة سهلة وبسيطة خالص. مش هتاخد مننا في اي وقت خالص. هنعملها في البيت بكل سهولة وبمكونات كلها بسيطة. شوفوا الجمال والحلاوة بتاعتها بقى. ما شاء الله يا جماعة، والله تحفة. هنعملها ونعتمدها على طول في البيت علشان شهر رمضان المبارك بقى داخل علينا. للسحور بقى هتعمليها تبقى موجودة عندك في التلاجة وتحفظيها من شهرين كمان. لو عايزة تحفظيها بمدة طويلة في التلاجة. شوفوا الجمال والحلاوة بتاعتها، شوفوا الصوص بتاعها تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. أول حاجة أنا معايا 4 كيلو من الجزر اللي زي ده. جبت كده وهبدأ بقى أغسله الأول وأنضفه وبعد كده هقشره وأبشره. فأنا هجيب واحدة كده هعملها معاكم الأول هوريها لكم. أول حاجة أنا بقى بقشرها بالمقشرة العادية خالص. أو عاوزة تنجريها انجريها بالسكينة، ممكن تنجريها عادي خالص، المتاح عندك يعني. قشرتها الاول كده ونضفتها الاول. بعد كده هجيب المبشره بتاعتي بقى وابدا ايه. هبدا بقى اللي انا ابشر الجزر ده. بعد كده بقى انا بعمل معاكم واحده كده بجربها، وبعد كده هخلص الكميه كلها مع نفسي كده. فانا بغسل كل الجزر الاول، وبعد كده بقى ايه بقشره وببشره. اهم حاجه يا جماعه لازم نبشره بالبشر بالمبشره، احسن المربى اصلا ما تنفعش الا لما تتبشر الجزر. لكن في ناس بتعمله في الكبه ما بيبقاش حلو، النعمه دي بتبقاش حلو. احلى حاجه اللي هي المبشوره دي. فجبت حله بقى كبيره، اهم حاجه تبقى حله المونيا يا جماعه عشان ما تلزقش برضو في الحلل اللي هي التانية ديت الاستانلس او اي نوعية تانية، يعني انا بفضل اللي هي الالومنيوم. الكيلو الجزر له نص كيلو من السكر. فانا ال4 كيلو حطيت لهم 2 كيلو من السكر. هبدأ بقى اقلب الجزر كده في السكر كده وادمجه مع بعضه كده لحد ما يتشبع من بعضه كده. بالطريقة دي انا بعمله يا جماعة من بالليل. بنقع السكر في الجزر من بالليل. لو انت بقى مستعجلة على الاقل 6 ساعات عشان خاطر بس ينزل ميته كده ويبقى ويستوي كده ويسوي نفسه. ما تحتاجيش تحط له اي حاجة ولا اي اضافات. بقى كده بالشكل ده قلبته مع بعضه وغطيته حطيته في التلاجة من بالليل كده. بيته يعني كده في التلاجة. بعد كده بقى طلعته وحطيته على البوتاجاز. عليت البوتاجاز على اعلى درجة. في الاول خالص. شوفوا بقى المية بتاعته نزلت ازاي منه. السكر داب خالص في الجزر والمية بس هي اللي كده فاضلة بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده. نزلت كلها هي اللي هتسوي الجزر على فكرة وهيطلع معاكي احلى مربى. عليت عليه البوتاجاز كده وسبته وجبت بقى البرتقان بتاعي. جبت حوالي عن 4 برتقانات، لو عايزه تحطي 5 حطي براحتك خالص. هاخد القشر بتاعه كده ابشره بالمبشره بتاع عليه كده. جبت المبشره اللي هي الناعمه بالطريقه دي، وبدات اللي اني اعمل كده ابشرها كده. اخد القشره الصفرة بس يا جماعه، القشره البيضه لا، لان ما تتكيش عليها عشان القشره البيضه ما تمررلكش المربى، يعني ما تبقاش هتديها مراره كده. فانت تاخدي القشره الصفرة بس تبشرها كده بالطريقه دي. خلصت كل الكميه كده بنفس الطريقه اللي انت شايفينها دي. بتدي للمربى نكهه حلوه قوي. انا ما بحطش اي اضافات ولا بحط عصير ولا اي حاجه. هو البشر بتاع البرتقال بس وفقط، ولا اي حاجه بحطها له. علشان احس ان انا باكل مربى جزر كده، يعني تبقى شمخة الجزر فيه ما تبقاش له اي اضافات خالص، يعني محطوط عليه. فانا بقى عليت البوتاجاز كده اول ما غلت الحله معايا كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. بدات بقى ايه هنقل بقى الحله دي على عين صغيره. العين اللي هي مش الصغيره خالص، اللي هي الوسط. شغلت بقى العين عليها كده، وفضلت بقى من الوقت التاني ابدا اللي انا اقلب كده في الجزر. كل شويه كده حوالي كل يعني 10 دقايق كده اخش كده اقلبها اقلب كل شويه اخش اقلب فيها لحد ما تستوي معايا تماما. يعني انا ايدي فيها على طول بالشكل ده. هتغلي بقى حوالي عن 10 دقايق كده او ربع ساعة بالكتير. هبدأ اجيب بقى ايه. هضيف لها معلقة الا ربع من الملح الليمون. ملح الليمون يا جماعة بنحط حوالي عن معلقة الا ربع. بتديله بيحفظ المربى بتاعتنا، هي بتبقى زي مادة حافظة كده. بيحفظه لنا يعني من شهرين 3 براحتك بقى. تحطيها في التلاجة ما يجرالوش اي حاجة خالص. هي هبدأ بقى ايه في الوقت ده احط بقى الملح الليمون اهو. حطيت معلقة الا ربع، يعني ناقصة يعني حاجة بسيطة.
جبت بقى القرنفل بتاعي، ممكن تضيفوا بقى حبهان اي حاجه، بس انا ما بحبش بقى، ما بفضلش اللي انا احط القرنفل بس. لا ورق لورا ولا حبهان ولا الكلام ده كله، ما بحبوش في اي مربى خالص. حطيت حوالي عن 10 فصوص من القرنفل كده، ضفتهم. بعد كده هغطي بقى عليها، ومن الوقت للتاني كل شوية هخش اقلب كده لحد ما احس ان المربى استوت خالص، وبدأت يعني تنشف شوية كده بالطريقة اللي انت شايفينها دي. يعني شوفي بدأت تنشف شوية من المية بتاعتها كده، بقى ما بقتش مية، بقت شربات او عسل. بتبقى يعني تقلت شوية كده وبقت حلوة معايا. ممكن تحطي عصير ليمون لو ما فيش ملح ليمون، براحتك خالص. تحطي ليمونة ليمونتين كبار. بالطريقة دي بقى كل شوية هي خلاص كده استوت معايا اهي، بقت بالطريقة الجميلة دي. هي كده خلاص آخر مرحلة لها. بسيبها شوية على النار، على نار هادية كده، تاخد وتدي مع نفسها لما احس ان هي خلاص كده خلاص نشفت، وبدأت تعمل عسل مع شربات تقيل كده. البتاع معايا اهو، البرطمانات بتاعتي كنت غسلاها حلو بقى ومجففاها ومتعقمة كمان يا جماعة، ومجهزاها وحطاها بقى للمربى. هبدأ بقى اعمل ايه. هجيب بقى المربى بتاعتي وهي سخنة برضو نازلة من على البوتاجاز كده، هبدأ اعبيها عشان برضو وهي سخنة كده بتعقم البرطمان. السخونية بتاعتها برضو بتعقم البرطمان. وانا بعبي كده ان لقيت، لو انت منتش عايزة القرنفل يبقى في قلب المربى بتشيليه عادي خالص براحتك خالص. لو انت مش حابة القرنفل يبقى في البرطمان يعني في المربى، بتشيليه، بتنقضيه من الحلة كده وتشيليه. يعني انا لو لقيت قرنفلايه ولا حاجه كده مقابلاني هشيلها خالص اهو، بوريها لكم برضو عشان كنت لو انتوش عايزين تسيبوها خلاص شيلوها عادي براحتك خالص. هعبي البرطمانات بتاعتي والكميه بتاعتي كلها كده بنفس الطريقه اللي انتوا شايفينها دي. عبت معايا 5 برطمانات من اللي انتوا شايفينها دي يا جماعه. البرطمانات دي بتاعت على فكره عسل ابيض، وفي برضو منها مربى. بغسلها كده وبعقمها برضو وبعينها بحتفظ بيها، احط فيها مربات، احط فيها صلصة، اي حاجة بقى بخزنها بحط فيها. وعبيت كمان طبسية كمان اهي زيادة، جميلة يا جماعة، تحفة ما شاء الله. هتعجبكم الطريقة، اعتمدوها على طول من جمالها، وهتنفعكم في شهر رمضان ان شاء الله. احنا بقى خلاص على الابواب. هتنفع بقى في السحور. هتعتمدوها جميلة ما شاء الله، تحفة. وطريقتها سهلة وما خدتش مني أي وقت ولا مجهود، هتدخلي تعمليها في دقايق. واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في الجمال بقى لما تجربوها. اكتبوا لي كده وقولوا لي وصوروا لي كمان. انا بحب التعليقات بتاعتكم، بتحفزني كده وبتخليني انزل لكم فيديوهات. لايك وشير لو عجبكم الفيديو.